ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل اكتر وجبه محببه جدا للاطفال. نقدر نسميها كفته بطاطس. حلوه جدا جدا، سريعه واقتصاديه قوي في نفس الوقت. الكميه دي معموله باتنين عدد بطاطس بس. حلوه قوي قوي، تقدري تعمليها على العشاء او في الغدا مع كده مكرونه اسباجيتي. بجد حلوة قوي قوي قوي. تابعوني لاخر الفيديو. هنا دي عدد 2 بطاطس مسلوقين كويس قوي، عليهم ملح وفلفل. هي الوصفة دي مفيش فيها بهارات كتير. يبقى عدد 2 بطاطس مسلوقين كويس قوي، عليهم ملح وفلفل. معلقة زعتر صغيرة. لو انت عندك بقدونس مجفف حطي منه معلقة صغيرة، بس انا للأسف ما كانش عندي. دي 3 معالق نشا كبار. تمام، يبقى بطاطستين صغيرين مسلوقين. ملح وفلفل ومعلقه زعتر صغيره. 3 معالق نشا كبار. دي جبنه موتزاريلا. تمام، حطيت كده حبه مش كتير خالص. واختياري لو انت عايزه. بس هي بصراحه الجبنه الموتزاريلا بتدي طعم حلو قوي قوي في الوصفه دي. هنهرسهم كويس قوي قوي بقى كده مع بعض. بجد وجبة حلوة قوي قوي، بجد رائعة. الأطفال بيحبوها جدا عشان هي بتقرمش في الآخر، بتدي قرمشة جميلة قوي. ممكن تعمليها وجبة غدا مفيش مشكلة، وتضاعفي الكمية. بدل البطاطستين هتعملي 4، لأن البطاطستين بيعملوا كمية كويسة جدا. هنقلبهم كويس قوي لحد ما تبقى عجينة كده متماسكة في ايدك. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي بس معلش لايك، لان معظم المنشورات ما بتوصلش للناس. تمام كده بقت عجينة متماسكة حلوة قوي قوي كده. هنبتدي بقى نشكلها. هنعملها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ودي مصفة الزيت، طبعا كل الناس عندهم المصفة دي. هنعملها نبصمها كده بس عشان تدي شكل حلو في الاخر، زي ما انت شايفة كده بالظبط. شايفين شكل جميل قوي قوي. هنعمل كل الكمية بالشكل ده. الوصفة مفيش اسهل منها بصراحة، وحلوة قوي والنتيجة بتبقى رائعة. هنعمل بالشكل ده ونطلعها كده بالراحة. هي شكلها جميل جدا، حلوة قوي. هنعمل بقى كل الكمية بالشكل ده. عايزة تجددي تعمليها وجبة غدا في يوم مفيش مشكلة، حلوة قوي قوي قوي. او كطبق جانبي كده ان شاء الله في رمضان، في العزومات او كده. دي بقى كل الكمية. حطينا حبة زيت كده في الطاسة مش كتير زي ما انت شايفة، يعني مش حاطة زيت كتير. وهنبتدي بقى نحمرها. متقلقيش خالص، استحالة ان شاء الله ان هي تفك منك. حلوة قوي كده. وما بتشربش زيت كتير، والزيت حتى بيفضل نضيف بعد ما هتخلصي قلي ليها. يعني ممكن تستعمليه في وصفة تانية مفيش مشكلة. ما تقلبيش خالص خالص الا لما تتأكدي ان هي احمرت من تحت عشان ما تفكش كده وتبوظ. هنبتدي بقى نقلب كده بالراحة. والنار على وسط، درجة حرارة وسط. ما تعليش عليها النار عشان ما تتحرقش. احنا عايزين في الاخر يبقى اللون كده حلو، وتبقى مقرمشة كده وكويسة. يعني انا مش عايزة اقولك يعني ولادي بجد حبوها جدا جدا. ما تخيلوش ان هي دي بطاطس خالص. تمام، حلو قوي اللون ده. هي ما بتاخدش وقت كتير خالص على النار، بتتحمر وبتبقى جميلة قوي. بس بلاش تعلي النار عليها. الزعتر عاطلها طعم بجد فوق الروعة، حلوة قوي قوي قوي. ويا ريت طبعا لو كان كمان بقدونس مجفف كان هيبقى جميل جدا. حلو قوي كده، اللون ده جميل قوي. وما شاء الله من بطاطستين بس
ادت كمية كويسة قوي قوي. يعني انت لو ضاعفتي الكمية وعملتي 4 بطاطسيات هيدوا كمية جميلة قوي قوي للأسرة بتاعتك. هنشيلها بقى كده على منديل مطبخ. وزي ما انت شايفة كده ما بتاخدش وقت خالص، بتتحمر بسرعة وبتدي لون جميل قوي. الجبنة الموتزاريلا بصراحة بتبقى جميلة قوي قوي في الوصفة دي. وانا مش حطيت كتير، انا حطيت مثلا معلقة كبيرة كده او حاجة من الجبنة الموتزاريلا. حلوة قوي، شايفين اللون بتاعها جميل قوي. هنحمر بقى الكمية كلها بالشكل ده. تمام. ده بقى المنظر النهائي بجد. انا كان نفسي تسمعوا صوت القرمشة، بجد كانت رهيبة قوي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. معاكي في وجبة غدا او وجبة عشاء. بجد حلوة قوي قوي. هي وجبة الغدا بتبقى افضل مع مكرونة سباكيتي كده او سندوتشات. بجد روعة. ما شاء الله، شايفين الكمية حلوة جدا. من بطاطستين حجم وسط عملت الكمية دي كلها. شايفين شكلها حلو ازاي؟ جميلة جدا جدا. مفرغة كده من جوه زي ما انت شايفة. ما فكتش معانا ولا حصل لها اي حاجة. جربيها وان شاء الله هتعجبك. وبألف هنا، مع السلامة.